السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم لقيمات هنعملها في الفورمه المدوره دي، بس طعمها هيبقى رهيب ولذيذ، وهنعملها بنوعين جبنه والطعم ما اقولكمش. يلا بينا شوفيها. وبعدين اول حاجه انا جبت عندي بالمج الكبير بتاعي، بيعتبر مج ونص من المجات الصغيره. جبت عندي مج دقيق ابيض وحطيت عليه 2 مج دقيق اسمر، ماشي، وحطيت 4 معالق حليب بودره كبار، وهو ده بقى المج اللي انا بقى بعبر بيه. وحطيت معلقه باكنج باودر، حطيت معلقه خميره، حطيت معلقه سكر، ماشي، وعايرت بنفس المج اللي قلت لكم عليه. وخليت عندي النص مج ده عشان اشوف لو احتاجت هزود. يلا بينا واحنا اثناء واحنا بنعجن يعني. يلا بينا بقى كمان جبت عندي جبنه مبشوره، وجبت عندي كوبايتين ميه كبار برضو اللي هنعجن بيهم. الجبنه دي مبشوره، بردتها شويه كده في الفريزر وبعدين مسكتها بشرتها، او مثلا تبشريها بالمبشره. وجبت عندي الجبنه دي اقرب ما ليها الجبنه القريش، جبنه طبيعيه جميله جدا وطعمها كريمي كده وجميل. يلا بينا بقى نحط الميه ونبدا بقى نعجن العجينه بتاعتنا. والعجينه بتاعتك هتبقى شويه جامده علشان الدقيق الاسمر لما في رده في الياف، يعني انا جايباه باليافه كله، وانت بتعجنيه بيبقى قاسي. فانا بقول لك اهو انا عجنت بكوبايتين ولسه ما زلت بعجن، بس حبيت برضو ان انا اوريها لكم. وبعد كده هلم العجينه بمعلقتين زيت، ماشي. انا كل وخلاص كده انا عجنتها كويس جدا وغطيتها كل مرحله بقول لكم عليها. وبعدين سبتها بقى تخمر، ما شاء الله خمرت معايا. هنبدا نرش زيت. جبت العجينه، نحط العجينه بتاعتنا. بصوا معايا بقى كده، هبدا افردها. افرديها على قد ما تتفرد، ماشي. هفردها وارجع لكم. ادي العجينه بتاعتنا. هبدا اجيب الجبنه البيضه وافردها. نحط عليها ونفرد. الجبنه دي اقرب ما ليها الجبنه القريش، يعني جبنه طبيعيه، ماشي. هنفضل نفرد فيها كده لغايه ما تتفرد، نفردها عليها كلها. لسه الجبنه اهي، هفردها كلها اوزعها كويس وارجع لكم. وبعدين هنبدا بقى نجيب الجبنه ونوزعها. زي ما شايفين كده ما شاء الله. حاولي بقى تبططيها كده، ولازم ايدك عشان تمسك. هنبدأ نقطعها مستطيل وبعدين نقطعها مربعات، ماشي كده. ماشي، هعملها كلها واوريكم. زي ما انتوا شايفين كده قطعتها مربعات. هجيب بقى القالب بتاعي اللي انا هشتغل فيه. هبدأ اخد مربع، افصل المربع كويس، ماشي، واحطه على المربع التاني. وهتفصلي المربع من الاتجاهين كويس، ماشي، يبقى كده. وتحطيه على ده وتفصلي ده. هجيب ارش رشناه كويس، ماشي. هبدأ بقى اجيب ده كده، شايفينه،
3 اهم فوق بعض، اروح عاملاهم كده وحطاهم هنا كده زي الشندوش. هعملهم بقى كلهم زي بعض. شايفين بقت عاملة ازاي؟ هسيبها شوية تختمر. اول ما تختمر وتستوى هتملى المكان، هتبقى كده لقيمات تاخدي الشندوش وتاكلي. تعالوا بصوا معايا كده، بصوا ما شاء الله تبارك الله. طلعتها من الصينية وبقت كده. تاخديها بقى تفصليها عن بعضها وتاكليها وبألف هنا. ما شاء الله. وتاكلي بقى مع كوباية الشاي وبألف هنا. عايزة تدهني وشها عشان يبقى بيلمع بيض وحليب، ادهني. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو وتعمل فايدة للجميع. واقول لكم باي باي في وصفة جديدة. لايك وشير.